أهلا بيكم يا ملكاتي. خليني أسألك سؤال صريح. أنت بتسعي عشان حلمك ولا بتهربي من إحساس إنك مش كفاية؟ مش كل سعي اسمه نجاح، وأحيانا اللي بنسميه طموح بيطلع استنزاف مقنع. الطموح الصحي إنك تبقي عايزة أحسن، بس وإنتي محافظة على نفسك، على صحتك وعلى روحك. لكن الطموح المؤذي يخليكي دايما متأخرة في عين نفسك، حتى وإنتي بتنجحي ما بتفرحيش، ما بترتاحيش، ودايما حاسة إنك لازم تعملي أكتر حتى لو على حسابك. لو حلمك بيخليكي تبكي كل يوم، تجلدي نفسك على أي تقصير وتحسي بالذنب لو وقفتي شوية، يبقى لازم تقفي وتسألي: هو أنا بجري ناحية حلمي ولا بجري من نفسي؟ اشتغلي على حلمك بس من غير ما تكسري نفسك. خدي بريك، اتنفسي وفكري. النجاح مش سباق، والراحة مش فشل. انتي مش آلة، انتي إنسانة، وطريق طويل محتاج نفس طويل، مش حرق روح. افتكري دايما، الطموح الحقيقي ما يدمرش صاحبه، يرفعه واحدة واحدة.